الولادة القيصرية بدون ألم. بقالنا كتير قوي بنسمع عن فكرة إن احنا نضيع الألم بعد الولادة القيصرية. ناس كتير قوي حاولت من زمان، يمكن من 50 سنة وأكتر، إن احنا إزاي نولد ولادة قيصرية بدون ألم. خلينا الأول نبدأ بإيه هي الأسباب اللي بتعمل ألم أثناء القيصرية. طبعا احنا بعد ما بنخلص العملية القيصرية والولادة بيبقى فيه جرح، بيبقى فيه فتح في عضلات البطن، نرجع نخيطه تاني، بيبقى فيه فتح في الشيس بتاع البطن، نرجع نخيطه تاني، بيبقى فيه غرز واخدينها في طبقات مختلفة من البطن عند السيدة. كل الحاجات دي بتؤدي إلى آلام شديدة جدا ما بعد القيصرية. محاولات كتيرة قوي في خلال ال50 سنة اللي فاتت زي ما بقول لحضراتكم حاولت إن هي تقلل الآلام دي، طبعا بالطرق التقليديه العاديه خالص، اللي احنا بندي ادويه معينه، وكل ما بقينا بنعلى بليفل الادويه كل ما كان في تحسن شويه في الالم. بس في الحقيقه ما قدروش ان هم يضيعوا الام القيصريه تماما ما بعد العمليه. لحد من قريب جدا، يمكن سنين بسيطه قوي، او خلينا اقول شهور قليله جدا، بدانا نتكلم عن فكره ان احنا نعمل بلوك للاعصاب اللي بتغذي العضلات المسؤولة بشكل كبير جدا عن إحداث الألم بعد القيصرية، اللي هو معروف باسم النيرف بلوك. والنيرف بلوك ده بدأ يظهر فيه أنواع كتيرة جدا. طيب أولا، هل النيرف بلوك ده شيء كويس، يعني حاجة فعلا بتمنع الألم، وهل ليه أضرار ولا لأ، وهل نسبة نجاحه كويسة مع كل الحالات، وإيه هي الأنواع بتاعته؟ النيرف بلوك بشكل عام هو إن أنا بخدر العصب المسؤول عن نقل الإشارات العصبية المسؤولة عن الألم من البطن والحوض والمنطقة اللي بيبقى فيها ألام شديدة جدا بعد القيصرية للمخ، وده اللي بيخلي فيه إحساس بالألم. والطرق اللي احنا بنخدر بيها الأعصاب ديت، طبعا دول دكاترة التخدير هم اللي بيعملوها بشكل كبير، يعني هي إما إن احنا نعمل تخدير العضلات الأمامية من البطن اللي هو المعروف باسم التاب بلوك، أو إن احنا نعمل تخدير لعضلات حزام البطن كله اللي هو الكواد بلوك. ودي يمكن اسمها التقنية الجديدة للقيصرية بدون ألم، هتكلم فيها مع حضراتكم لوحدها. طيب التاب بلوك دوت أو الكواد بلوك بيعمل إيه؟ بيعمل منع للألم تماما ما بعد القيصرية. طيب بيفضل قد إيه الموضوع هنا بقى يا جماعة؟ بيفضل قد إيه؟ نسبة نجاحه كام؟ هحس بحاجة ولا مش هحس بحاجة؟ هيضيع احساس ايه ومش هيضيع احساس ايه؟ هنا الفرق بين طريقه وطريقه، الفرق بين تقنيه وتقنيه، الفرق بين حاجه وحاجه. كل دكتور او كل جروب بيعمل الموضوع دوت بيبقى عنده الطريقه بتاعته اللي بتخلي الاحساس بالالم متفاوت من دكتور لدكتور. بمعنى ان ممكن 2 ستات يقولوا انا عملت تاب بلوك يا جماعه، انا عملت عند دكتور فلان وانا عملت مع الدكتور فلان، بس انا حسيت بكل حاجه وكاني مش عامله حاجه. والتانيه تقول انا ما كنتش حاسه باي حاجه وكاني ما ولدتش اصلا، بالرغم ان هما الاثنين عاملين تاب بلوك او كواد بلوك. الفرق هنا في التقنيه نفسها اللي بتتقدم. هل ايه هي المواد اللي بتتحقن وجرعتها قد ايه؟ الاماكن اللي بيتم الحقن فيها مظبوط ولا لا؟ التقنيه الجراحيه اللي استخدمت اثناء القيصريه، في حاجات معينه اتقفلت وحاجات ما اتقفلتش، في حاجات اتحقنت جوه البطن، في حاجات ساعدت هذا الافكت ولا لا؟ تمام؟ وبالتالي الاختلاف في نسب نجاح التاب بلوك او الكواد بلوك او نيرف بلوك بشكل عام ليه كذا عامل بيعتمد على اكتر من حاجه، من اشهرهم واهمهم هو الطريقه والتقنيه اللي بيشتغل بيها الدكتور. بعد ما بنخلص موضوع البلوك وبعد السيده ما بتقوم بالسلامه، بنفضل نقول احنا هنقعد قد ايه مش حاسين بألم. وهنا برضو الموضوع بيبقى فيه فاريتس كتير جدا. في ناس بتقعد مش حاسه بألم طول فتره اسبوع او 10 ايام، بمعنى اخر ما بتحسش بألم خالص، وبيجوا في العياده يقولوا دكتور احنا ما ولدناش. حرفيا هي كل اللي حست بيه هو الحقنه بتاعه اللوكال اللي تركب لها بيها الكانولا، بس مفيش حاجه تانية خالص. وفي ناس تبدا تقول لا انا حسيت ببعض المغص، وفي ناس تقول لا انا حسيت بمغص وجرح مؤلم شويه. اذا هناك فاريتيز في الستات دول. لو جينا قسمنا الستات دول
وازاي ممكن ان احنا نخلي كل الستات يعني من النوع الاول لو مش هيحس باي حاجه. الموضوع هنا بيفرق في الطريقه، في الادويه، في وزن الست. معنى ان انا مش هعامل ست وزنها 70 80 كيلو زي ست وزنها 100 150 كيلو، الاثنين يحسوا ياخدوا نفس الجرعات او يتعملوا بنفس التقنيه. قيصريه بدون الم احنا بنشتغل عليها دلوقتي بقالنا فتره كبيره، وقدرنا ان احنا نكتسب فيها خبره كبيره جدا، والفريق بتاعنا الحمد لله بيقوم بشغل كويس جدا. ويمكن ستات كتير اللي ولدوا معانا بقيصريه بدون الم يقدروا يقولوا لنا الفيدباك بتاعهم كان عامل ازاي. بس لا الحمد لله طالعه على رجليا وكويسه جدا الحمد لله. تسلمي دكتور عمر شبانه. وتسلمي ليك برضه يا دكتور، انت تعبت معايا كتير قوي. الحمد لله على السلامه. يعني احنا بنتمنى ان كل الستات تولد بدون ألم. شكرا.